هذا الكلام لو تم بتكون فضيحتنا قدام الناس كلها. حرامي ويبى يسرق، شو يخص الناس؟ ما تقول لي شو بيسرق؟ يسرق اي شيء. لا مو باي شيء، الناس تعرف، لكن مو بمصدق الرمس اللي ترمسون به. اتركوه، خلوه يصير ويي كأنه ما صار شيء. اتركه؟ انا لو بدي كان ذبحته الحين. خلي الذبحه كحينه، لو حسبناها عدل بنحصل عمارنا مهددين. ومنو اللي بيهددنا؟ عيون الناس رمستهم، من غدي رمس في الميالس. ولا انت شو رايك بمعنى التهديد؟ كم مرة اقول لك يا مبارك ان المودمي ما يحل مشاكله وهو مستعجل. المصيبة مرض في الجسم ما يشيلها الا العقل. شو تقصد؟ ما فهمت منك شيء. سر ازقر عمك وتعال. وولد عمي شبابه، انا ما بدخل يهال في مصيبتي. لولا مسعود كان تمينا على عمانه وما نعرف شيء. شو هذا اللي اسمعه؟ معقولة هذا ولدي يا مبارك؟ من متى قمت ترد على ابوك يا مبارك؟ للحين ابوك ما شاب عشان تحيس يده؟ ولا شفت عمرك صرت ريال يوم مسكت اختك تكلمني كأني انا المذنب؟ ما عليه، انا بعدها كفي قوية وتعور يوم تضرب. ولدي ما بتكون لي خصم، لكن شو الدبره وانا صبر ما فيه بسبة المصايب اللي نزلت على راسي شر المطر. اسمع يا مسعود، أباك تخلي عليه حرس، لا يشوف حد ولا حد يشوفه. تامر يا مبارك. يلا خلنا نسير لابويه. ما بسير، ابوك ريال طيب وما بيرضى بحبس حمدان. اسمع يا مسعود، ابوي ريال كبير، والريال يوم يكبر مكانه البيت وولده يسد مكانه. تعال مسعود. يلا الحين لين الصبح لازم نشوف لنا حل في هالمشكلة. وحمدان وينه؟ في بيته. ونوره؟ في حجرته. زين، في حد غيرنا يعرف هالسالفة؟ من برا البيت لا، من داخل البيت امها. وامه؟ اي نعم. ضربتوه؟ هو كان البادي. والبادي اظلم. صح يا ابو المشاكل. ليش يعني؟ اسكت اقول لك، دام السالفة ما يعرفها غير هل البيت بنستر عليها. كيف يعني يا ابو مسعود؟ ما فهمت. قصدك نستر على الموضوع؟ منو السارق ومنو المسروق؟ تبغون تجلبون الحق علينا؟ مبارك لا ترفع صوتك وانت تتكلم عمك. تامر يا ابو مبارك وتامر يا ابو مسعود، الريال يوم يكبر الخوف معاه ويسميه عقل، يطلب اهله ويجلس معاهم عشان يشوفوا له حل. لا ترفع صوتك وابوك وعمك هني، ادري ان قلبك محروق على خدك، لكن انتبعنا شوركم بتينا الفضيحة. نبغى نسمع الحل منكم وعقب بيتم اللي تبونه. ابى اكلم بمبارك بيني وبينه. ما عليك منه يا ابو مبارك، هو مغتاظ الحين، باكر بيستذهب.
يا مبارك، أنا لو جبروني على حل عندي حل بيرضيك. شو الحل؟ بذبحه. خلني ارمي بحل يا